حط يدو على اللوزة وبقيت انا شادة اليد، حيت كنتسنى يدير حركات اخرين، حيت انا محرومة في امس الحاجة. السلام عليكم، مرحبا بكم في قصة جديدة. القصة ديالنا كتجمع ما بين واحد الفتاة او شابة اللي في مقتبل العمر ومازال صغيرة، توفى الزوج ديالها وخلى لها جوج ديال الولاد، خصها ضروري تخدم وتجيب ليهم باش يعيشوا، حيت راجلها ما خلى لها والو، فاضطرات دير الميناج عند الناس، كتمشي للموقف وكل نهار ومع من كتمشي دير الميناج. خليكم مع القصة. انا سمية، واحد البنت اللي كنت جميلة بزاف، وكان عندي واحد الشعر اللي ذهبي وزوين، كنت زعرة، كنت طويلة بيضة، كنشقشق وزوينة، ولاطاي ديالي زوين وواعرة، وعندي الستر مبندر وكيشهي. المهم تا لتحت كلشي هو هذاك، منعاودش ليكم. ايوا خداني راجلي وانا بنت 16 سنة من عند امي اللي كانت هي بوحديتها وحدانية، هي رباتني غير بالخدمة في الديور. با مات بكري زاد وخلاها، بقات كتكافح معايا وكتقاتل معايا حتى كبراتني. كنت انا الوحيدة عند امي كانت كتولد حتى كدير العشوب وما خلات ما دارت، عاد ربي رزقها. ايوا كبراتني وليت عروسة. واحد الراجل كان ساكن بعيد منا واحد شويه وقريب منا شويه، المهم ما بعيد ما قريب. كان عنده واحد كيكينه، كانت امي كتمشي مره كتقدم عنده هكا العشوب المهم كيبيع داكشي ديال الاعشاب والتخربيق، المهم كيبيع داكشي النشيبات والقطران والبخور، المهم ديك الاشياء. واحد النهار كنت كنمشي مع امي ديما ملي كنت صغيره. واحد النهار سول امي، قالت مشات تشري من عنده شي بخور ولا شي حاجه بحال هكا. قال ليها مضرب نيتك، ما بقيتش كنشوفها. ايوا دابا راه تكون تبارك الله ولات عروسه. قالت له راه كبرات ولات مرا، كيف ما كيقولوا بالدارجه ولات مرا. ايوا وقال لا ما نخبيش عليك، الصراحه بغيت نتونس وندير اللي تونسني وتحيد عليا ضيمي، وما قادر ندخل حتى شي مرا لداري. ملي تزوجت زواجي الاول وخرجت ليا المرا فالصو وشيباتني وما خلاتش فيا، صافي تعقدت وبغيت ندخل حتى شي بنت مرا لداري. ايوا قلت الا وافقتي عليا وقبلتي عليا ندي من عندك البنيه، بعدا انتي كنعرفك مزيان، مرا مزيانه وحتى بنتك راه مزيانه بحالك. ايوا امي ما كدبات في عيطه، زوجاتني ليه، لصقاتني في الليل قبل النهار. تزوجت بالعشاب، عشت معاه واحد السنه وحنا مزيانين وبخير. ولدت ولدي الاول، والسنه الثانيه حملت وقربت نولد. راجلي العشاب صافي ما عرفتش شنو وقعلو، بقى كيمرض وبقى كيعيا وبقى تينقص وبقى كيدبال. صافي صحتو الدهورات وشد القنته، وبديت كنداوي فيه ونقابلو وليت ندير له ليكوش. المهم ما نعاودش لكم شنو داز ليا معاه، ما بغيتش نتفكر، حيت ملي كنتفكر بحال اللي عشت داكشي غير البارح. هزيت المسؤوليه قبل الوقت وبقيت كنخرق ونداوي وتنقول راجلي ماشي خديتو بصحتو، ودابا ملي مرض نلوح ونسمح فيه.
ما يمكنش، انا بنت الاصل. ايوا كانت امي مره كتجي تعاوني عليه، حيت تنمشي ونشكي ليها وتنقول لها انت اللي زوجتيني ليه، انت شايفاه كبير عليا بزاف، و زعما الفتره ديال صحتو راه كلها دوزها مع راسو، يجي تيكبر وانا نتزوج بيه. ايوا شكون اللي هيقابلو؟ قالت لي غير صبري، ما عرفتي الخير في من. ايوا بقيت صابره وزايده في صبري. واحد النهار جا الاجل وتوفى راجلي، خلى ليا ديك السكينه، واحد السكينه صغيره بحال السيلون، فيها واحد البيت، واحد بوطالو كنا ناكلو فيه واحد الطبله وواحد فراشات وكناكلو فيه، واحد الحمام فيه جلسه، وكان عنده ديك الدكيكينه فيها مترو عرض ومتر ونص طول. يلاه كان تيوقف فيها، ومن موراه ديك الشي اللي مدايرو تما وملصق في الحيط. والمهم واحد الدكيكينه اللي دخلتي ليها تخنق، كترى ملي كان مداير فيها ديك العشوب وديك كل من هي حاجه تما عنده. ايوا ملي مات بقات مسدوده. ايوا ملي دازت 40 ديال المرحوم نط شمرت على دراعي ولا كتافي. ايوا شكون اللي غادي يخدم عليا؟ نط كتبت على ديك الدكيكينه الكيراء وخرجت منها ديك العشوب وديك الشي كامل. ديت لواحد العشاب شدو من عندي الله يخلف عليه، وجيرتها وسبقت لها الباب ديالها وكتبت لها الكيراء. ايوا ونط نخدم على راسي. امي حتى هي مسكينه، امي انا خصني نعطيها. ونط كنخدم في الموقف، واحد الموقف كان بعيد منا مسافه. الصباح كنت نفيق ولادي وكنجمع لهم ما كلتهم وكنديهم لعند امي باش تقابلهم ليا، وكنمشي للموقف نترزق الله. كنت كنضرب واحد المسافه على رجلي، واحد الكرينتيه حتى كنسخف، كنلبس جلابتي وزيفي وصندالتي كنمشي كل نهار. وشكون كيديني؟ كاين شي نهار نوقف تنعيا وما يديني حتى شي واحد. كل نهار وشكون كيديني؟ مره كديني شي مرا كتحرص عليا حتى كتعيا، وفي الاخر كترمي ليا فرونكات ما كنخلي ما كندير ليها، كتهز ليا الدار كامله، سياق تخمال تصبان، وتزيدني صاب الطياب، تقول لي طيبي وعجني ديري معاك الرغايف ولا الملاوي عاد سيري. كل وحده وكيفاش، كاينه اللي بنت الجواد وكاينه اللي بنت الكلاب. ايوا كل نهار ورزقه. كاين النهار اللي قلت لكم ما نخدمش، نجلس تنعيا ونضرب ديك الكرينتيه ونجي نضربها 2 المرات ونرجع لعند ولادي بلا ريال بلا جوج. وكاينه شي نهار اللي كيجيب الله من نكروش الخير، كنطيح في شي جيده ولا جيد اللي كيتهلاو فيا، وكاين اللي يعطيني الحوايج، كاين اللي يعطيني الماكله نجيبها معايا. كل واحد يعني بنادم طوب وحجر، ما نحكموش على الناس كلها خايبه ولا الناس كلها مزيانه. ايوا زهري وكل نهار فين كيطيحني. واحد النهار مشيت كالعاده، لبست واحد الجلابه خضراء باكوريه، لبست واحد الصنداله عندي. ايوا درت زيفي وقلت من هنا داز ومشيت نترزق الله بعد ما دوزت ولادي لامي. ايوا امي بدات كتشكالي كتقول لي ما تبقايش تجيبي لي ولادك، دبري معاهم، ولادك صعاب وباسلين، وما بقاش عندي الجهد والصحه ليهم ولا نتحمل صداعهم. وقت لامي فين نديرهم نلوحهم؟ قلت لي دبري راسك معاهم. ايوا هادي امي. ايوا كما قلت لكم مشيت وقفت في الموقف وبقيت كنتسنى الا كاين شي حاجه شي واحد يديني. توقفت عليا واحد الطوموبيل كحله. راحه ما نكذبش عليكم خفت، قلت تنخاف من الطوموبيلات اللي كوحل اولا اللي تيكونوا كلاس بزاف، وقلت انا ما خاسره حتى شي حاجه. المهم
كيف ما كان الحال راه ما غاديش يقتلوني ولا يديروا لي شي حاجه. المهم خصني نترزق الله على ولادي، ما كاينش اللي يعطينا حتى عضاد الخبز. ايوا شفت السرجم ديال الطوموبيل تفتح وكيشير ليا شي واحد، مشيت عنده واجبته، قلتلو السلام اسيدي لاباس بخير؟ قال لي خصني نخمل واحد الدار، واش كتعرفي تخملي مزيان وتسيقي؟ قلتلو اللي بغيتيها نديرها لك، تنعرف لك كلشي. ايوا قال لي طلعي، فتح لي الباب وطلعت وما خايفاش، ما خايفاش، ما عندي لاش نخاف وما لازمش عليا نخاف، انا مضطره. صافي ركبت معاه، بقينا هنا لهيه هنا لهيه. قال لي واش كتكوني دائما هنا وحنا ماشيين في الطوموبيل؟ قلت له دائما كنكون اسيدي هنايا. ايوا قال لي دابا منا القدام ديما نبقى نجي نديك. قلت له مرحبا سيدي، بارك الله فيك. ايوا وصلنا، فتح لي الباب وقال لي نزلي. صافي سد الطوموبيل ديالو وفتح الباب ديال برا الجردة وقال لي دخلي دخلي مرحبا بك. دخلت وهو ماشي قدامي، ماشي فتح الباب ديال الفيلا، فتح الباب ديال الفيلا وقال لي دخلي مرحبا، سيري للكوزينه فطري، راه كلشي سمايا، طيبي اللي بغيتي باش نقول لك شنو غادي ديري. فعلا مشيت حيدت الجلابه ديالتي وبقيت بواحد الكولون، واحد البودي فوق منه هكا، كنت كنخدم، كنت كنصهد. ايوا حطيت الجلابه ديالتي علقتها تما ولبست واحد الصنداله لقيتها تما وصيبت هي الفطور. صراحه ما خممت حتى شي حاجه، قال لي صايب الفطور، مشيت صايبت الفطور وكليت وشبعت كرشي. وجا قال لي صايب لي واحد الكويس ديال القهوه، وراني كيفاش نعصر في الماكينه وديك الشيء، وصايبت له كويس. ديتو له للصالون وكملت الفطور ديالي انايا. وديك الساعات عيط ليا، مشيت عنده للصالون، قال لي غادي تخملي الدار كامله وغتمسحي الكوزينه بعدا هي الاولى غادي تبداي بها، غتهبطي ديك الماعن كاملين وتمسحي كل شيء وتولي تعاودي ديك الماعن تغسليهم. هذه هي اهم حاجه وهي الحاجه الاولى. بقى لك الوقت، راه غادي تكملي لا الدار والصالونات وديك الشيء، ما بقى لكش الوقت حتى الغدا. ولا بغيتي تباتي ما عندي حتى شي مشكل. قلت له واخا سيدي، ما يكون غير خاطرك، نبدا بالكوزينه ونتحفها ونقيها ونغسل الماعن ديالها ويكون الخير. ايوا قال لي خدي راحتك، انا كنسكن غير بوحديتي، ما مزوج ما حتى شي حاجه، ما عندي عائله، مقطوع من الشجره كما كتشوفي. وقلت له الخير في الله. ايوا مشى هو، يا المهم فين مشى لبيتو ولا ما نعرف ليه. وانا يا بديت كنسوس بديك الماعن، كنهود داكشي كامل، كنهود الماعن هما الاولانيين. درت واحد الكرسي بقيت كنطلع فوق البوطاجي وكنهبط ديك الماعن، هبط ديك الماعن كاملين وسيقت ديك البوطاجي وديك الشي اللي كامل الكوزينه غسلتها. ايوا وصلت لغسيل الماعن وديك الشي كامل نتحفو، اللي غتحك تحك ولا تغسل تغسل. وساليت ديك الشي كامل وحطيتهم كيتسقطروا. وجا الوقت وخرجت الكوزينه حتى هي وسيقتها. المهم كلشي ولا كيلمع، بقى ليا غير نرجع الماعن لبلايصهم. ايوا جا الوقت اللي نرجع الماعن لبلايصهم، جريت حتى ديك الطبله اللي عامره بالماعن وطلعت فوق البوطاجي وبديت كنرجع الماعن لبلايصهم. كنهز من الطبله وكنستف، كنهز من الطبله وكنستف واحد شويش. طاحت ليا واحد السوبيره ديال الحريره، طاحت ليا من يدي، زهقات ليا من يدي وطاحت ودرت الصوت تقرقيب. هو يجي جا مول الدار ولقاني صافي مصفونه. تصوروا يا السوبيره ما شحال عامله في الثمن، طاحت ليا. صافي بقيت طالعه بحال هكاك،
فوق البوطاجي وتنفكر مفزوعه، تنقول ما نعرف شنو غادي يدير معايا. صافي لقاني هو ملي جا لقاني بحال هكاك. صافي ملي شفتو تفزعت، صافي الماء بغى يهود معايا. ايوا قال لي ما تخافيش ما تخافيش، حيت شافني خوفانه. قال لي ما تخافيش ما وقع باس عادي. وبدا كيعطيني الماء اللي فوق الطابله. قال لي كون هيا عيطتي لي زعما نمكن لك. صافي بقى كيمكن ليا حيتاش الماء كتار وديك لي زيطاجير عاليين. عنده مدينه دايره في الحيط بلاكارات. ايوا بقى كيمكن ليا وكيعطيني تيمكن ليا وتيعطيني. انا بديك الكولون لابسه غير اللي غير طابليه هكا ديك اللي كتعقد هنايا. المهم كلشي كيبان ليا هكا. كنت كنخدم انايا شويه، كنت ما كنحشمش. واحد الوقت وانا كان كيعطيني وكيمكن لي وانا كنقاد في الماء في بلايصهم، لقيتو شد ليا في واحد البلاصه اللي ماشي هي هذيك. صافي ملي شد ليا انا السخونه والبروده بقات كتهود معايا. صافي بغيت ما بغيت، عجبني الحال ما عجبنيش، خفت ما خفتش. المهم في تسارع في العقل ديالي، وبقيت درت راسي نقادد في الماء. ما بغيتش نحيد من ديك التقاديد غير باش ما يحيدش يدو يبقى في ديك العمليه. وكنت كنتظر المزيد باش يزيد زعما يدير خطوات كتر. وبقيت هكا كنقادد في الماء وكنولي نعاود نستف طبيصلات، نستف الكويسات مزيان ونعاوضهم مزيان. وهو زاد في العمليه، بقى من حاجه لحاجه كيمشي. ايوا من بعد ما بقاو لا تزياف لا معان لا تسياق لا تخمال. بقيت انا جالسه تنقاد في الماء، هو مكمل المسيره ديالو. حيت عجبني الحال بزاف وساحيت وحده بحالي ما مزوجاش وكانت مزوجه في السابق. يعني راه كتولي كثر من الوحده اللي ما مزوجاش نهائيا. فبقيت هكاك اي وحده في بلاصتي كانت تتصرف ديك التصرف. حنا تنبقاو غير بشر من دم ولحم، كممكن ليناش نتمالكو راسنا في بعض الاحيان. واحد شويه ما بقيت في ديك البوطاجي، لقيت راسي تهزيت ومشيت للبيت. ايوا كملوا من عقلكم، وحده مع واحد شنو ممكن يوقع في دار وحده؟ شنو ممكن يوقع؟ نتوما عارفين المعركه. ايوا سالينا من المعركه. قال لي دابا لا بغيتي تباتي باتي، ايوا لا كنتي ضروري خصك تمشي راه نوصلك وغدا ونولي نرجعك. قلت له ما كرهتش نبات، ولكن عندي ولادي ما عنديش كيفاش ندير ليهم. ايوا داني وصلني غير الراس ديال الزنقه ومشى هوايا. عطاني الفلوس، عطاني شالي شويه تقضيه، شي شويه الماكله، تهلا فيا مزيان باش نتعشى، من نمشي من نطيب ما ندير حتى شي حاجه. ايوا مشيت لداري هي الاولى، عاد مشيت جبت ولادي وبت دايخه ديك النهار. ضغط بزاف حيت دخلت في ديك العالم اللي صراحه بغيته وبغيت المزيد منه وما كرهتش نعيش فيه ديما. ايوا صافي اللي غدا جا داني البرجوازي، داني وقف في واحد البلاصه اللي بعيده شويه، اللي قلت له غدا نلقاك هنايا باش ما يشوفني حد. ومشيت كملت على العمليه، قديت له شويه الدار ودرنا نفس الخطوات. ومن ديك الساعات وانا مع البرجوازي تيصرف عليا وتيشري لي اي حاجه خصاني. حالتي تحسنات، وليت كنلبس مزيان، وليت مهليه في ولادي، تهليت فمي. ايوا امي كتقول لي شنو كيفاش، كنقول لها خدامه دابا خدامه عند واحد الناس. ما بقيتش كنمشي للموقف، شديت مع واحد الناس اللي لاباس عليهم وكنقضي لهم الشغل وديك الشيء وكيتهلاو فيا. طحت في واحد الناس مخيرين وانا
راني عارفة اش كندير. عايشة الحياة السعيدة مع البرجوازي، سنعطيه اللي بغا وهو سيعطيني اللي بغيت. ايوا انا لحد الساعة مازال مع البرجوازي، ولكن في الداخل ديالي في الضمير ديالي ملي كنجي الناس، ضميري تيحاسبني على داكشي كامل اللي كندير، حيت انا ماشي ديال داكشي. ولكن من جهة اخرى محتاجة لديك العيش، لا ماديا ولا داخليا، يعني محتاجة لديك الحياة. بالنسبة للحياة اللي معيشها لي ومهلي فيا ومخليني محتاجة لتا شي حاجة، منبقاش نتكرفس عند عباد الله في الديور. ومن الناحية الثانية انا واحد الانسانة اللي محتاجة انا الحنان، العطف، الحب كأي امرأة في سني، ولكن ما راضياش على راسي، وديما كنحاسب راسي وتنقول انا ماشي مزيانة، انا خايبة، انا كندخل على ولادي الحرام، ولكن ما لقيتش خيار، ما لقيتش شي حاجة اللي تقنعني او شي حاجة اللي تكون راضية على راسي فيها من كلتا الطرفين. يعني انا خصني الفلوس وخصني الحب، كيفاش غادي ندير نجمع ما بيناتهم؟ ايوا مازال عايشة بهذه الطريقة مع البرجوازي، والبرجوازي عجباه الحياة معايا، وانا ما قدرتش نخرج من هذه المعمعة، وما عارفاش شنو غادي تكون التالية ديالها. ودائما كنتخوف، تنقول يمكن يجي شي نهار ويتسالى هذا الشيء، او يتسالى هذا الكابوس او هذه الحلمة اللي كنحلمها، يمكن حلمة. ايوا بغيت الرأي ديالكم، قولوا لي شنو ندير. كانت هذه القصة ديالنا، رويتها لكم ونتمنى تكون عجباتكم وتكونوا عشتوا مع بعض اللحظات اللي زوينة، ولكن في نفس الوقت راها محزنة. شكرا على حسن المتابعة، واللي وصلتوا معايا حتى لهنايا كنشكركم واحد واحد، وكننتظر التعليق ديالكم الزوينة. شكرا، وانتظروني في قصة جديدة. بسلامة.